أعلن الفنان حمادة هلال عن وجود جزء خامس من مسلسل المداح بموسم دراما رمضان 2025. وحمادة هلال قال في برنامج ليالينا اللي مذاع على الفضائية المصرية واللي بيقدمه الإعلامي محمد السماحي إن مسلسل المداح زيه زي حكاية ألف ليلة وليلة. وكمان وضح إن الجزء الخامس هيكون في العام المقبل في رمضان 2025 بعد النجاح الكبير اللي حققه مسلسل المداح على مدار 4 سنين. وقال حمادة هلال فكرة المسلسل كانت عايشة جواه وده كان قبل تنفيذها، وإن كتابة النوعية دي من الأعمال بتتطلب جهد كبير جدا، وإن صراع الخير والشر هو أساس الحياة. وكمان حمادة هلال قال إن نجاح المداح للعام الرابع بيرجع للمجهود للفريق بالكامل بقيادة المخرج أحمد سمير فرج والشركة المنتجة ومجموعة MBC. وكمان أعرب عن سعادته بردود فعل الجمهور في مصر والعالم العربي بمسلسله المداح أسطورة العودة. ومسلسل المداح أسطورة العودة كان من بطولة حمادة هلال وفتحي عبد الوهاب وهبة مجدي ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان وتامر شلتوت وصبحي خليل وسهر الصايغ ومي سليم ودياب وحمزة العيلي. والمفروض ان حاليا حمادة هلال بيستعد للفترة اللي جاية علشان يبدأ تصوير المداح الجزء الخامس اللي هيتعرض من ضمن مسلسلات رمضان 2025. وطبعا وقت البدء او بدء تصوير المسلسل برضه هوفي حضراتكم بآخر التفاصيل. ده كان موضوع حلقتنا النهارده بخصوص ان حمادة هلال اعلن عن وجود جزء خامس في رمضان 2025 من مسلسل المداح. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشرفنا باشتراكك في القناة.